أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اتساع رقعة القتال في إثيوبيا، وطالبت جبهة تحرير تيغراي بالانسحاب من منطقتي أمهرة وعفر، بما في ذلك وقف التقدم في مدينتي ديسي وكومبولوتشا ومحيطهما. وجددت استنكارها للضربات الجوية التي تشنها القوات الحكومية على مناطق في تيغراي. الموقف الأمريكي يأتي على خلفية التطورات الميدانية وتضارب الأنباء بشأن السيطرة على مدينة ديس الاستراتيجية شمالي البلاد. القوات الإثيوبية تنسحب من مدينة ديسي الاستراتيجية، وجبهة تيغراي تعلن سيطرتها عليها. سكان المدينة شاهدوا المقاتلين المناوئين للحكومة يتدفقون إلى شوارع المدينة الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة على إثر مواجهات عنيفة. المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية نفى تلك الأنباء، مؤكدا سيطرة القوات الحكومية على المدينة، فيما قال متحدث باسم الجبهة إن مقاتليها بسطوا سيطرتهم على ديسي بصورة كاملة. يصعب التثبت من هذه الأنباء من مصدر مستقل، حيث قطعت الاتصالات عن معظم المناطق شمال البلاد، وتفرض السلطات قيودا على وصول الصحافة. المعارك اندلعت منذ عام في تيغراي إثر عملية شنتها الحكومة ردا على هجوم على معسكر للجيش اتهمت جبهة تحرير تيغراي بتدبيره. العملية العسكرية تحولت إلى حرب ضروس تطاول أمدها عاما، وشهدت مجازر وأعمال اغتصاب، وامتد سعيرها إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين. في ذات الأثناء استهدفت ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي ومناطق أخرى بقصف جوي خلال اليومين الماضيين أسفر عن سقوط 13 قتيلا بينهم 3 أطفال. الحكومة قالت إنها تستهدف منشآت تستخدم في مساعدة جبهة تيغراي، لكن أعمال القصف أثارت انتقادات دولية، خصوصا أنها عرقلت وصول منظمات الإغاثة إلى حيث يسكن 900 ألف نسمة هم على شفا المجاعة بسبب الحصار الذي فرض عليهم بحكم الأمر الواقع. الأوضاع الإنسانية مهددة بالمزيد من التدهور بدخول مدينة ديسي التي كانت في السابق قبلة النازحين من تيغراي حيز المواجهات. الولايات المتحدة أعربت عن بالغ قلقها إزاء اتساع رقعة القتال، وجددت دعوتها جبهة تحرير تيغراي للانسحاب من أمهر وعفر، وطالبتها بوقف استخدام المدفعية ضد المدن، وطالبت كذلك القوات الحكومية بالتوقف عن قصف المناطق السكنية. بيان لوزارة الخارجية الأمريكية شدد على أنه لا حل عسكريا للصراع، وطالب كافة الأطراف بالبدء فورا في مفاوضات وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة. عملية عسكرية مستمرة منذ عام تقودها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيغراي الذي يحظى بوزن ثقافي وديني واقتصادي وسياسي على مر التاريخ. وتيغراي إحدى المناطق الإدارية ال10 التي تتألف منها إثيوبيا المقسمة وفق نظام فيدرالي إثني. في 4 من نوفمبر العام الماضي أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد برد عسكري على هجوم وصفه بأنه غادر، وقال إنه استهدف معسكرات الجيش الفيدرالي في تيغراي، وحمل جبهة تحرير شعب تيغراي المسؤولية. أدى اشتداد القتال إلى فرار عشرات الآلاف من السكان إلى السودان المجاور، وبعد 10 أيام على اندلاع المعارك حذرت الأمم المتحدة من احتمال وقوع جرائم حرب في تيغراي، حيث امتد النزاع إلى منطقتين مجاورتين لتيغراي هما عفر وأمهرة. يتميز الإقليم بتضاريس وعرة ويقع عند أقصى شمال إثيوبيا على مسافة أكثر من 600 كيلومتر من العاصمة الفيدرالية أديس أبابا، وتحده من الشمال أريتريا. تقع عاصمته ميكيلي في شرق الإقليم، ومعظم سكانه من أقلية تيغراي التي تقدر ب6 ملايين نسمة، ما يعادل أقل من 6% من مجموع الإثيوبيين البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. لعب إقليم تيغراي دورا محوريا في تاريخ إثيوبيا، وهو إحدى الوجهات السياحية الكبرى في البلاد، ففيه تقع مدينة أكسوم المصنفة على قائمة التراث العالمي، وهي مركز الحضارة الإثيوبية القديمة. ويضم إقليم تيغراي عشرات الكنائس القديمة المحفورة أعلى كتل صخرية شاهقة، كما يوجد فيه مسجد النجاشي التاريخي الذي يقصده الزوار المسلمون.
ولنقاش هذا الموضوع انضم الينا من العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا الكاتب والمحلل السياسي انور ابراهيم، وعبر سكايب من العاصمه السويديه ستوكهولم الناشطه من اقليم تيغراي سعاد عبدو. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد انور، ما السبيل الى انهاء هذه الحرب؟ نعم، السبيل هو أعتقد لا بد من التفاوض. إن لم يكن هنالك جولات من التفاوض كما جاء البيان الأمريكي بدون شروط مجزية أو بدون أي شروط مقدمة، فأعتقد أن الوضع سيسود وسيسوء بصورة كبيرة جدا في ظل الأزمة الإنسانية المتطورة التي لم تكن الآن في إقليم تيغراي فقط، بل بدأت تتحول إلى أقاليم أخرى مجاورة لإقليم تيغراي. ما بين هذا وذاك هنالك صراع متطور في الوسط واعماق اقليم امحاره وتقدم لبعض الجبهات، ليس جبهه تحرير تيغراي فقط، بل هنالك بعض الجهات المعارضه التي اعلنت تضامنها مع جبهه تحرير تيغراي. ما بين هذا وذاك اعتقد ان الموقف الان بدا يتطور، وخاصه في ظل الاوضاع الانسانيه المتازمه والاقتصاد الذي بدا يشهد نوع من التحديات الكبيره جدا. وكل هذه في حد ذاتها توضح ان هذه الحرب التي طال امدها لن تنتهي بسلام ما لم يصل او يتوصل الطرفان. سأعود إليك سيد أنور. دعني أسأل سيدة سعاد هنا، من يتحمل مسؤولية الوضع الإنساني الآن؟ يعني جبهة تحرير إقليم تيغراي تتقاسم وفق البعض المسؤولية، إن لم تكن هي المسؤولة أكثر، إذ هي البادئ. حقيقة كما تعلم يعني الوضع قد تبين أن لم تكن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي التي بدأت الحرب، بل كانت ترفض من البداية أي أعداء أو حرب من البداية، لأنه هم أبي أحمد لم يبدأ من 4 نوفمبر حرب على تيغراي. 3 سنوات من قبل منع أي مساعدات أن تدخل إلى تيغراي، ومنع المواصلات، وحدثت أحداث كثيرة جدا للمقيمين التجار في أديس أبابا وفي مناطق كثيرة جدا الاعتداء عليهم قبل الإعلان عن الحرب. فلم تكن هي فقط يعني لمدة سنة، لكن هي أكثر من ذلك. وحتى لما جاءها تيغراي الجراد منع أبي أحمد الدخول للمساعدات من أجل المقاومة للجراد الذي أكل المحصول تيغراي كلها. فلذلك تيغراي وجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لم يكونوا إلا مدافعين عن الوطن، عن الأهل، وكانوا الذنب الوحيد الذي فعلوه هم أنهم أعلنوا الانتخابات أو رفضوا أبي أحمد أن يؤجل الانتخابات، فانتخبوا هم. وهذا من حقهم قانونيا، كان يحق لهم أن يفعلوا هذه الانتخابات. فبدأت الحرب. فلا نستطيع أن نقول أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي التي صاحبة الشأن فقط. الحرب لا تأتي إلا من أطراف، من كل الأطراف. فلا أقول أنهم أبرياء من كل النواحي، لكن لم يكونوا هم الذين بدأوا، بل أبي أحمد أعلن. ونعم. طيب سيد أنور، في الوضع الراهن لماذا ديسي التركيز عليها الآن في إقليم أمهرة؟ نعم، تعتبر مدينة دسي من المدن الرئيسية، أو تعتبر من المدن الرابطة الرئيسية التي تربط إقليم أمهرة بإقليم تيغراي، والطريق الرئيسي المؤدي إلى إقليم تيغراي، بالإضافة لكونها مدينة تجارية أو مركز تجاري مهم جدا، وهي أقرب للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحوالي 400 كيلومتر. وأعتقد أن الصراع حول هذه المدينة لم يأتي اليوم فقط، ولكن كان منذ قرابة الأسبوع، ودارت معارك عدة ما بين الطرفين في هذه المناطق، ما بين مؤيد ومعارض. وفي نفس اللحظة كانت جبهة تحرير تيغراي قد أعلنت منذ امس بانها سيطرت على المدينه، وجاء قبل قليل رد الحكومه الاثيوبيه الذي نفى بان الجبهه تسيطر عليها. ولكن ما بين هذا وذاك تظل ولا يستطيع احد ان يتبين الموضوع، لانه قطعت عنها الكهرباء وقطع الاتصال ايضا، ولا تعلم حقيقه من يسيطر عليها فعليا. لكن لماذا لا نجد لفته او محاوله اظهار حسن نيه، على الاقل تفهما للجانب الانساني؟ الاقليم كله يعيش وضعا صعبا، المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية وحتى المحلية على مدار الساعة واليوم والليلة. فلماذا لا تكون الحكومة ذات المسؤولية الأولى صاحبة مبادرة؟ نعم، أنا أتوقع خلال الساعات القادمة أو منذ هذه الساعة وحتى الغد أن يكون هنالك تحول في هذا الملف بناء على التوجهات الدولية والضغوط الإقليمية التي بدأت تمارس على الجانبين. وخاصة رأينا البيان الأمريكي الذي جاء متغيرا اليوم، وحمل الطرفان أوضاع وهذه الأزمة الإنسانية المتطورة، وكذلك
ناشد الطرفان ودعا بأن يتم إيقاف الحرب بدون أي شروط، وكذلك دعا الطرفين أن إيقاف الحكومة أن توقف قصف الطائرات على إقليم تيغراي، ودعا أيضا جبهة تحرير تيغراي للانسحاب من إقليم أمهار وعفر. ما بين هذا وذاك أتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون هناك تحركات وتحولات سريعة جدا في هذا الملف، وخاصة أن تبعيات هذا الملف يتحملها الحكومة أو جبهة تحرير تيغراي، بل يمكن أن تتحملها المجتمعات الدولية أيضا في ظل الأزمة الإنسانية التي قاربت أن تصل إلى مرحلة المجاعة. سيدة سعاد، ما الذي يمكن أن يرضي، وما الذي أعجبك أيضا، وما الذي أعجبك فيما قاله سيد أنور، لكن ما الذي يمكن أن يرضي جبهة تحرير إقليم تيغراي؟ يعني كيف يكون يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته؟ يعني هم الحكومة هي التي بدأت، أحضرت بأعداء من الخارج، إريتريا شاركت، دخلت القوات الصومالية وقوات أخرى شاركت في إبادة شعب تيغراي، فيحمل يعني يقتل ويسبى نساءه ولا يجد ما يأكله من المجاعة، ثم ذلك يتحمل المسؤولية. يعني المفروض الحكومة الإثيوبية، نحن إثيوبيين من البداية، التغارو أيضا ما زالوا إثيوبيين حتى الآن، فكيف يعني أنت حاميها حراميها؟ المفروض أنهم يحمونا، مش يأتوا لنا بأعداء ويقتلوننا، ثم بعد ذلك عندما ندافع عن أنفسنا كبني آدمين، حتى الحيوان يدافع عن نفسه، لما يجي له عدو يدافع عن نفسه، فكيف الإنسان؟ أبي أحمد أصر على أنه يبيد يعني شعب كامل من 6 مليون وقام بحربه، فلا يمكن أن ينتظر الشعب أو الحكومة، لأنه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي حكومة إقليمية شاء أم أبى، فلذلك لا يستطيع أن يقف ويتفرج على ما يحدث وينتظر يعني الرحمة من أبي أحمد، فلم نرى منهم أي رحمة، فلذلك يدافعوا عن أنفسهم إلى آخر شخص يموت في تيغراي، لأنه هذه قضية إنسانية، قضية بلد، قضية الكينونة. نحن نحارب ليس فقط من الذين يوجدون في تيغراي، بل كل التغارو الذين يوجدون في أديس أبابا، من يسجن، من يقتل، من يؤخذ ثرواته، ومن يمنع من العمل، فهذا ليس شيء بسيط، والعالم كله يتفرج على هذا الأمر. بالعكس، الذي يتحمل المسؤولية هي الحكومة أبي أحمد، الحكومة الإثيوبية، والعالم كله، الأمم المتحدة. والأصحاب الإنسانية يرون كل هذه الفزاعع، نقذف بالطائرات ولا يفعلون شيء، فلا تحملوا المظلوم، الظالم هو الذي يتحمل المسؤولية. أسمع تعليقا من السيد أنور على ما تفضلت به. وسيد أنور، يعني عندما تقول سيحدث تحول، على أي أساس سيحدث هذا التحول؟ الطرفان متحاربان، الحكومات تشن غاراتها الجوية، جبهة تحرير تيغراي تتحرك ميدانيا وتقضم أراضي هنا وهناك، ولا مبادرة وساطة تتحرك الآن حتى يقال أن تحولا يلوح في الأفق، اللهم إذا كان تحول، ما تقصده بالتحول هو تحول عسكري أكثر. نعم، بعض المعارك الأخيرة في مدينة دسة شهدنا قبل قليل البيان الذي جاء من حكومة الولايات المتحدة. هذا البيان حقيقة في السابق كان يعني تشوبه نوع من الضبابية، ولكن قبل قليل حمل الجانبين بعض المسؤوليات، خاصة بعد أن تطور الموقف وجاء إعلان بأن دسة تم السيطرة عليها من قبل قوات جبهة تحرير تيغراي، وحاولت الحكومة النفي من خلال الناطق الرسمي أو مكتب الاتصال الحكومي. الشيء الذي يوضح بأن المجتمع الدولي بدأ الآن يلتفت بصورة مباشرة لهذه الصراعات بعد تقدم طرف أو مناشدات دولية بدأت تظهر في هذا الملف. الشيء الذي يوضح بأن هذه البيانات، وخاصة استمعنا قبل عدة أيام لبيان أو مناشدة من وزير الخارجية أو من وزارة خارجية روسيا التي حقيقة طالبت الطرفين أن يجلسوا دون شروط. طيب، هل تتفق مع ما طرحته السيدة سعاد في توصيفها للمسألة الآن في تيغراي؟ عيد السؤال مرة أخرى. هل تتفق مع ما طرحته ضيفتي من ستوكهولم السيدة سعاد عبدو لما يجري في تيغراي؟ حقيقة الوضع نعم، هنالك الوضع حقيقة سيء جدا، الوضع تطور من معارك ومن حرب إلى أزمة إنسانية طاحنة جدا حقيقة، ونحن الآن على الرغم من انقطاع الاتصالات في إقليم تيغراي، وأيضا لا توجد أي وسائل نقل للوصول لهذا الإقليم، وخاصة لوسائل الإعلام المحلية والدولية سوى بيانات من الطرفين فقط. أعتقد أن الوضع الإنساني متأزم بصورة كبيرة جدا، وخاصة هنالك إقليم ظل معزول عن المنطقة ومعزول عن الإقليم ومعزول أيضا عن الدولة
الدولة التي يعتبر جزء منها رئيسي، وخاصة أن هذا الإقليم حقيقة في الوضع الراهن له خلاف تاريخي طويل جدا مع دولة إريتريا، وكذلك الآن الحدود مع السودان مغلقة بعد عمليات النزوح الأخيرة التي ظلت متكررة بصورة كبيرة جدا. ما بين هذا وذاك الآن لا توجد أي معلومات متكاملة سوى البيانات الرسمية، هذه البيانات التي تأتي من الجانبين فقط. ما بين هذا وذاك هنالك عمليات أو بيانات تأتي من لجان متخصصة في حقوق الإنسان، وهذه اللجان حقيقة ترفض من جانب وتؤيد من آخر. من الوسيط المقبول سيدة سعاد بالنسبة لجبهة تحرير تيغراي، والذي يمكن أن يكون مقبولا أيضا بالنسبة للحكومة الإثيوبية؟ أين خط التفاهم، طاولة التفاوض أو التفاهم القائمة أم أنها غير موجودة؟ هو أصلا المطالبات جاءت من الولايات المتحدة من البداية أن يكون هناك مفاوضات وأن يكون هناك تفاهم، لكن أبي أحمد رفض. والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي قبلت بالحوار وقدمت شروطها، الشروط التي قدمتها من أجل أن يكون هناك تفاوض، يعني لم ترفض الجبهة ولا الشعب أيضا لم يرفض التفاوض أبدا، لكنهم يعطوا معلومات خاطئة للشعب الإثيوبي. لكن الآن هناك ناشطين إثيوبيين من أوروما من أمحارة يعني فهموا القضية، يعني عندما وصل عندهم في بلادهم في مناطقهم، وبدأت الشعوب تتضرر من قبل أبي أحمد، ليست من الجبهة الشعبية. الTDF أو الجبهة الشعبية لم تضر أي مواطن، لكنهم هم بنفسهم يخربوا الأشياء أو يقتلوا الناس ويقولوا أنه الجبهة الشعبية التي فعلت ذلك. نحن هل لا يزال باب التفاوض والتفاهم مفتوحا في أي مناطق من إثيوبيا كما قام في تيغراي؟ هل لا يزال باب التفاوض والتفاهم مفتوحا سيدة سعاد؟ نعم. هل لا يزال باب التفاوض مفتوحا حتى الآن؟ أيوة نعم، ولما لا، ولما لا التفاوض، لكن بالشروط التي قدمت. ما هي هذه الشروط سريعا لو سمحتي؟ لو سمحتي هذه الشروط سريعا سيدة سعاد. كليا لأنها حكومة ظالمة في رأيي. أبرز هذه الشروط في 20 ثانية لو سمحتي. أبرز الشروط اللي كانت من ضمنها اللي أتذكرها أنه المسجونين السياسيين يجب أن يطلق عليهم، يطلق سراحهم، وأيضا كل المساعدات التي توقفت لتيغراي من 2020 أو 19 أن تعود، أشكرك. المناطق التي مختلف فيها، وسبع شروط لا أذكرها كلها. أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر. من ستوكهولم سعاد عبدو، ومن أديس أبابا أنور إبراهيم، شكرا جزيلا لكم.